السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإعدادي عاملين يا رب تكونوا بخير. أنا معاك مستر أحمد فتاح، والنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض المحافظة رقم 15، محافظة الوادي الجديد. قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل زمايلك اللي في الإعدادي. تعال نبدأ كده ونشوف أول سؤال معانا. بيقول أكمل العبارات الآتية. المنوال لمجموعة القيم هو إيه؟ المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا. يبقى نقول المنوال لمجموعة من القيم هو القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا. قال لي هنا في السؤال التاني واحد واحد اتنين تلاتة خمسة تمانية نقط بنفس النمط. واحد واحد اتنين تلاتة خمسة تمانية، عاوزين نكمل بنفس النمط. بص كده، واحد وواحد، واحد وواحد هيبقوا اتنين، واحد واتنين هيبقوا تلاتة، اتنين وتلاتة هيبقوا خمسة، تلاتة وخمسة هيبقوا تمانية، يبقى خمسة وتمانية 13. هنمشي من الشكل ده كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا 4 س تنقص عن 7 س بمقدار كام؟ 4 س تنقص عن 7 س بمقدار كام؟ فهنا دي مسألة طرح، فنقول هنا 7 س ناقص 4 س يساوي 3 س، يبقى هي بتنقص عنها بمقدار كام؟ بمقدار 3 س. السؤال اللي بعده بيقول 4 ناقص س على س ناقص 3 بيساوي صفر. إذا كانت السين تساوي إيه؟ إيه اللي هيخلي الناتج يطلع صفر؟ هنحط مكان السين ده هي 4 عشان يبقى 4 ناقص 4 صفر، وصفر على أي حاجة تحت بقى مش هتفرق، هتطلع بصفر. فهنا السين هتكون كام يا جماعة؟ السين المفروض تكون 4 عشان يبقى 4 ناقص 4 صفر، وصفر على أي عدد بصفر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الوسط الحسابي للقيم اللي قدامك دي. الوسط الحسابي للقيم س زائد ص وتسعة ناقص ص وسالب س هو ايه؟ اولا لازم نعرف ان دول 3 قيم. يعني انت لو بصيت كده ادي 1 2 3، دول 3 قيم. فاحنا لما نيجي هنا نحسب الوسط الحسابي هنقول كده مجموع القيم اللي هو س زائد ص زائد 9 ناقص ص ناقص س، كل ده كده هنقسمه على كام؟ هنقسمه على 3، لان عدد القيم هنا كام؟ 3. تعال بقى نشوف الاختصارات البسيطة دي. الصاد موجب هنا اهي هتروح مع الصاد سالب، والسين موجب هتروح مع السين سالب. فاضل لك كام بقى؟ فاضل لك 9 على 3 اهو، 9 على 3 فيها 3، 9 على 3 فيها الايه؟ 3. ده كده بالنسبة للسؤال الاولاني اللي هو الاكمل. تعال نبدأ نخش على السؤال التاني، بيبقى اختياري. بيقول اختر الإجابة الصحيحة. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. بيقول إذا كان مثلث زائد دايرة بيساوي 9، مثلث زائد دايرة بيساوي 9، فإن مثلث زائد مثلث زائد دايرة بيساوي 14، ومثلث زائد مثلث زائد دايرة بيساوي 14. أنا في المطلوب الأولاني قايل لي دول كده، دول مع بعض كده لو شلناهم هحط مكانهم 9. يبقى المثلث ده اهو كام زائد 9 يدينا 14، فاقول له المثلث ده هوت ده كده ب5. ليه؟ عشان 5 زائد 9 هيدينا 14، يبقى المثلث ده هيبقى ب5. يبقى احنا استنتجنا مثلث زائد دايرة الاتنين دول ب9، نحط عليهم كام؟ يبقى 14، نحط عليهم 5، يبقى المثلث الواحد هيبقى ب5. طيب نخش على اللي بعده. بيقول لي إذا كان الحد الجبري 4 س ص ك ناقص 1 من الدرجة الكام؟ من الدرجة الخامسة، فإن الكاف تساوي إيه؟ ده من الدرجة الخامسة. تعال ركز معايا كده. 4 س هنا يا جماعة في 1، تمام، يبقى المفروض دول كده يبقى ب4، عشان 1 و4 كام؟ 5 من الدرجة الخامسة. طيب كام ناقص 1 يديني؟ كام ناقص 1 يديني 4. أنا عاوز دول كده يطلع 4، عشان اقول هنا درجة 1 زائد 4 يدينا 5، فكام ناقص 1 هيدينا 4. يبقى المفروض الكاف دي ب5، عشان 5 ناقص 1 4، 4 و1 5، يبقى الكاف دي يا جماعة لازم تكون 5، الإجابة دي. طيب نخش بعد كده على السؤال اللي بعده.
بيقول إذا كان 2/5 على س بيساوي 2 على 5 في قلبنا العلى في، المفروض بقى بنعمل ايه؟ العدد اللي هنا بنقلبه، فهو بقى 7/9. يبقى المفروض هو كان كام؟ المفروض هو كان 9/7، واحنا قلبناه بقى 7/9. يبقى المفروض السين دي يا جماعة تبقى 9/7. 9/7. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا إذا كان أ ناقص ب بيساوي 3. أ ناقص ب بيساوي 3، فإن أ في أ ناقص ب زائد ب في ب ناقص أ يساوي كام؟ بص كده، احنا الأول هنعدل دي. أ اهوت في أ ناقص ب، هنا بقى دي ب ناقص أ، هعدلها هخليها أ ناقص ب، بس الإشارة دي هتتغير، بدل ما هي موجب تبقى سالب ب، وهتبقى أ ناقص ب. يبقى أنا مقابل إن أنا عدلت دي يا جماعة، الإشارة دي اتغيرت، بدل ما هي موجب بقت إيه؟ سالب أهي. هاخد أ ناقص ب عمل مشترك، هيفضل لي هنا أ برضو هنا ب، يبقى أ ناقص ب. كويس. أ ناقص ب واحدة بس، الواحدة منهم بس ب3، الأ ناقص ب الواحدة ب3، يعني ديت ب3 في دي برضو ب3، 3 في 3 ب9. يبقى المفروض الناتج كله هيطلع كام؟ 9. وعلى فكرة دي مدرسة ناس الشطار، أو مسألة الناس الشطار. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كانت كاف تمثل عددا سالبا فأي مما يأتي عددا موجبا. احنا هنفرض الكاف دي مع بعض يا جماعة ب2، يلا، أو -3 أو -5، أي حاجة هنفرضها إن هي ب2. فنقول هنا كاف تكعيب، كاف تربيع، 2 كاف، كاف على 2. أنا واحدة من دول كده هتطلع لنا الناتج موجب. هقول لك واحدة واحدة. كاف أس 3 لو ضربت هنا -2 في -2 في -2 3 مرات، لو ضربتهم 3 مرات هيطلع -8، يبقى كده مش هينفع معانا، هيطلع عدد موجب. هنا لو ضربنا -2 في -2 هتطلع ب4، يبقى دي صح هتنفع. هنا لو ضربنا 2 في -2 هتطلع -4، يبقى مش هتنفع، لو عاوزين الناتج يطلع موجب. هنا لو قسمنا -2 تمام على 2 هتطلع -1، يبقى مش هتنفع. يبقى اللي هتنفع فيهم كلهم كده يا جماعة اللي هي دي اللي هي رقم بقى دي. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس، ركز معايا، هو الايه؟ الخامس، فإن عدد هذه القيم. الوسيط واقف ترتيبه هنا كده اهوت يا جماعة، ترتيبه هنا كده الخامس، قدامه هنا 4 أشخاص عشان هو الخامس، يبقى وراه 4 أشخاص، يبقى هنا في 4 وهنا في 4 وزائد 1 اللي هو، يبقى المجموع 4 زائد 4 زائد 1، 4 زائد 4، الأربعة اللي قبله والأربعة اللي بعده وهو ذات نفسه 1، يبقى كلهم كام كده؟ 9. يبقى احنا هنختار 9 اللي هي دي. يبقى هنا هيكون عدد القيم كام؟ عدد القيم هيكون 9. بعد كده السؤال التالت معانا بيقول ايه بقى؟ بيقول باستخدام خاصية التوزيع وبدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد ناتج 27 على 11 في 27 على 16 في 11 على 7 زائد 27 على 16 في 11 على 7 ناقص 27 على 16 في 6 على 7. ايه اللي متكرر يا جماعة؟ هنعمل عليه دايرة مع بعض اهو. 27 على 16 هنا مضروب في دي، و27 على 16 ومضروب في دي، و27 على 16 ومضروب في دي. فاحنا هناخد المتكرر عامل مشترك اللي هي 27 على 16، هناخد عامل مشترك ونفتح قوس كده ونعمل الآتي. هنا 11 على 7 وهنا 11 على 7 في زائد اهو 11 على 7 ناقص هنا برضو 6 على 7. طيب تعالى بقى نحسب كده، كل دول كده ب27 على 16، تمام. ودول كده جمعهم معايا 11 و11 22 ناقص 16 يديني كام؟ 22 ناقص 16 هيديني
ناقص 6 آسف، 22 ناقص 6 هيديني 16. يبقى دول هيطلعوا 16 على 7. يبقى 11 و11 22 ناقص 6 16 على 7. هنختصر بقى هنا 16 مع 16، هيطلع الناتج هنا 27 على 7. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي ما زيادة 6 س تربيع ناقص 2 س ص زائد 3 ص تربيع عن 5 س تربيع زائد ص تربيع ناقص 3 س ص زائد 1. ما زيادة ده عن ده يبقى طرح، يعني نقول هنا 6 س تربيع ناقص 2 س ص زائد 3 ص تربيع، ونحط تحت منه هنا 5 س تربيع سالب 3 س ص زائد ص تربيع زائد 1، ونشد خط. آسف هنعدل ده كده، نطرح دي نمسح دي كده، هنعمل كده، نختار اللون تاني ماشي، ونطرح بقى كده. ده طرح، هنخلي دي سالب ونخلي دي موجب ونخلي دي سالب ونخلي دي سالب. 6 س تربيع ناقص 5 س تربيع يفضل س تربيع واحدة بس. هنا سالب 2 وموجب 3 فاضل س ص واحدة بس. 3 ص ناقص ص فاضل 2 ص تربيع، وهنا سالب 1. يبقى س تربيع زائد س ص زائد 2 ص تربيع ناقص 1. ده الناتج النهائي. تعال بعد كده نخش على السؤال الرابع. ألف بيقول لي هنا في السؤال ده أوجد عددا نسبيا يقع عند ربع المسافة. ربع، خد بالك من الحتة دي، ربع المسافة بين النص و1 على 3 من جهة العدد الأصغر. أول حاجة يعملها يا جماعة في السؤال زي ده بنعمل توحيد المقامات. تعال نوحد المقامات هنا كده. هنقول هنا كده شد خط كده وخط كده، ونقول هنا 2 في 3 2 في 3 ب6، ونضرب هنا 1 في 3 ب3، 1 في 2 ب2. مين الصغير فيهم؟ 2 على 6، وبعد كده 3 على 6. طيب نضرب هنا في كام ونضرب هنا في كام؟ هنضرب هنا كده في 10 على 10، نضرب هنا في 10 على 10، 2 في 10 ب20، 6 في 10 ب60، 3 في 10 30، 6 في 10 ب60. طيب نقول إذا بقى الأعداد هي، احنا عاوزين 3 أعداد، هنقول الأعداد هي بعد 20 هنقول 21 على 60، 22 على 60، 23 على 60. يبقى انت كده طلعت لي التلات أعداد اللي أنا عايزهم دول. طيب بعد كده هنخش على السؤال الخامس. قصدي السؤال الرابع بقى الأول. بيقول لي هنا اختصر لأبسط صورة 4 ن في ن زائد 5 زائد ن في 6 ناقص ن، ثم أوجد القيمة العادية للمقدار عندما النون بسالب 1. أول حاجة شايف ال4 ن ديت هتنضرب هنا مرة وهنا مرة، وبعد كده شايف النون ديت هتنضرب هنا مرة وهنا مرة. يبقى تعال نشتغل ونشوف الدنيا فيها ايه. 4 ن في ن هتبقى 4 ن تربيع زائد، يبقى زائد 4 ن في 5 ب20 ن، وبعد كده زائد 6 ن، يبقى 6 في ن 6 ن، ناقص ن في ن بنون تربيع. شايف المقدار ده كده؟ هنعيده تاني. 4 ن في ن 4 ن تربيع، 4 ن في 5 ب20 ن، ن في 6 ب6 ن، ن في ن سالب ن تربيع، ثم أوجد القيمة العادية للمقدار عندما الن بتساوي سالب 1. بص معايا، احنا أول حاجة هنعملها هنختصر اللي هو التربيع مع بعض. 4 ن تربيع ناقص ن تربيع هيديني هنا 3 ن تربيع، 3 ن تربيع، وهنا 20 ن و6 26 ن.
طيب بعد كده هنعمل ايه يا جماعة؟ بعد كده هنشيل النون ونحط -1، يعني هيبقى كده 3 في -1 تربيع زائد 26 في -1. تعال نكمل بقى مع بعض. هيبقى هنا 3 في -1 في -1 ب1 ناقص 26 في 1 ب26. هيبقى هنا 3 في 1 ب3 ناقص 26 هيديني -23. يبقى الناتج الأخير هيبقى -23. بعد كده هنخش على مسألة مهمة خالص في السؤال الخامس. بيقول إذا كان مساحة مستطيل سطحه كالآتي: 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15، وإذا كان طوله س زائد 5، أوجد عرضه بدلالة س ثم احسب القيمة العددية إذا كانت س بتساوي 3. أول حاجة يا جماعة احنا هنعمل علامة المسودة دي كده كده، وهنكتب هنا العدد المقدار الكبير أو المقدار الجبري الكبير اللي هو 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15، وهنا هنكتب س زائد 5. تمام خالص. تعال بقى نبدأ عملية القسمة. أول حاجة في القسمة بنبدأ بيها بناخد الأول ده اهو على الأول ده اهو، أول على الأول، يعني 2 س تربيع على س. يبقى احنا هنعمل أول حاجة قسمة، وبعد كده هنعمل ضرب، وبعد كده هنعمل طرح. وتعال نشوف بقى كده. هنقول هنا أول حاجة 2 س تربيع على س فاضل 2 س، هنحط هنا ال2 س. طيب س في 2 س 2 س تربيع، نكتب هنا تحت التربيع، و2 س في 5 ب10 س، ونشد خط ونطرح. تعالى بقى نطرح كده، نحط سالب، ولو دي موجب نحط سالب. 2 س ناقص 2 س تربيع يروح مع بعض. 7 س سالب 10، 7 وسالب 10 يطلعوا كام؟ أقول لك يطلعوا -3. يبقى دول كده هيطلعوا -3 س، وننزل السالب 15. بعد كده هنعمل عملية القسمة تاني، -3 س على الس، يبقى -3 س على الس، تشيل الس مع الس يديني -3. طيب هنحط هنا -3 وترجع نضرب بقى -3 في س يبقى -3 س، -3 في موجب 5 ب-15، ونشد خط ونحط هنا اصفار، دول هيروح مع بعض ودول هيروح مع بعض، يبقى كده صفرت. يبقى ده اسمه خارج الايه ده اهو، كده اسمه خارج القسمة. خارج الايه؟ خارج القسمة يا جماعة. ده بالنسبة للمسألة بتاعة القسمة المطولة، وركز فيها لان هي المسألة دي اللي هتفرق معانا. طيب بعد كده قال لك ثم اوجد قيمته العددية اذا كانت س بتساوي 3. طيب يعني هنا ال2 س ناقص 3، هنشيل السين يا جماعة، هنشيل السين ده اهي ونحط مكانها 3، يبقى 2 في 3 ناقص 3، 2 في 3 ب6، 6 ناقص 3 هيفضل لنا كام؟ 3. تعال نبدأ في المسألة الأخيرة عشان يبقى خلصنا الامتحان ده. امتحان على فكرة أفكاره جميلة جدا. بيقول هنا ايه؟ أوجد الوسط الحسابي والوسيط للقيم الآتية: 4 8 3 5 10. أول حاجة الوسط الحسابي. الوسط الحسابي القانون بتاعه مجموع القيم على عدد القيم، مجموع القيم كده على عدد القيم. وتعال نشتغل بقى كده. هنقول هنا 4 زائد 8 زائد 3 زائد 5 زائد 10 على 1 2 3 4 5 على 5. تعال نجمعهم كده، 4 و8 12 و3 15 20 20 و10 30، يبقى 30 على 5. 30 على 5 فيها كام يا جماعة؟ 30 على 5 فيها 6. يبقى الوسط الحسابي هيكون كام؟ 6.
طيب الوسيط بنرتب القيم اول حاجة. تعال نرتبها كده يلا. اصغر حاجة هنا 3، وبعدين 4، وبعدين 5، وبعدين بعد 5 8، وبعدين 10. يبقى 3 و4 و5 و8 و10. بص كده، دول 5 قيم. الوسيط بتاخد القيمة اللي في النص، يبقى الوسيط بتاخد القيمة اللي في النص. يبقى الوسيط اهوت، الوسيط هيساوي 5. يبقى قيمة الوسيط بكام يا جماعة؟ قيمة الوسيط ب5. دي كانت اخر مسألة معانا في الامتحان بتاع النهاردة. يا ريت الناس كلها تكون استفادت من الافكار اللي فيها. لو انت لسه جديد متنساش تعمل اشتراك، تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لك كل جديد معانا ان شاء الله. مع السلامة.